السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمتابعين في حلقة جديدة، وهذه الحلقة الثانية من ردات فعلنا كجزائري على المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم. والحلقة الثانية ستكون للمنتخب التونسي ضد المنتخب الدنماركي. المنتخب التونسي الشقيق جيراننا كما يفهمهم قدموا مباراة رائعة 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 للغاية، سواء دفاعيا أو هجوميا أو في متوسط الميدان. المنتخب التونسي قدم مباراة كبيرة، يعني لعبوا بجرينتا حرارة، قدموا كل شيء وكانوا قريبين من الفوز وكانوا يسهلون الفوز، ليس كلام فقط. المنتخب التونسي قدم كل شيء. المهاجمهم ضيع كرة رأس مع الحارس شمايكل، كانت فرصة قتل المباراة. سجلوا هدف ولم يحسبه الحكم بداعي التسلل. قدموا مباراة رائعة رائعة رائعة، حتى الجماهير التونسية كانت الملعب عن آخره، حتى أن إريكسن قال أن الجماهير التونسية كانت في القمة وهي من دفعت بمنتخبها من أجل تحقيق نتيجة التعادل، لولا أننا طمعنا في الفوز للمنتخب التونسي، ولكن قدر الله ما شاء فعل وانتهت المباراة بالتعادل السلبي 0-0. المنتخب التونسي لديه مباراة ضد المنتخب الأسترالي وضد المنتخب الفرنسي في الجولة الأخيرة. نتمنى من تونس الفوز ضد أستراليا وتحقيق نتيجة إيجابية ضد المنتخب الفرنسي، ربما ذلك سيجعل منها تتأهل للدور القادم بكل تأكيد. يلا نبدأ في تحليل المباراة وردة فعلنا. الجماهير التونسية كان لها دور كبير، يعني بداية المباراة الدقيقة العاشرة المنتخب التونسي كان يهاجم بدون توقف. يلا تسديدة من دراجر كانت قريبة للغاية من التسجيل، يعني المنتخب التونسي قدم كل شيء. الشوالي جن جنونه من أجل المنتخب التونسي، ولكن المنتخب التونسي لم يسجل فيه. كرة في الدقيقة 41 جبلي يضيع، هذه الكرة التي تحصل عليها المنتخب التونسي، يعني كاد قريب من تسجيل هدف لولا تألق بيتر شمايكل. يا يا جبالي كنت قريب من إهداء تونس الفوز، والله تمنينا فوز تونس في هذه المباراة. يلا كرة للمنتخب الدنماركي والحارس، والهدف الدنماركي، ولكن الهدف يلغى أيضا للمنتخب الدنماركي بداعي التسلل في الدقيقة 54. يلا أوف سايد. الدنمارك أيضا مع بداية الشوط الثاني كان له هجومات، كان له تحركات كبيرة، ولكنه لم يستطيع أمام المنتخب التونسي. صراحة المنتخب التونسي كان منضبط للغاية، حتى حارس منتخب تونس قدم مباراة رائعة، وحتى اللاعب الجزائري الأصل عيسى العيدوني كان نجم المباراة، ويوسف المساكني النمس كان مايسترو المباراة، هو الذي يتحكم في رتم المباراة من أجل التنسيق بين الهجوم والدفاع. إريكسون يسدد والحارس يصد. أوه لا لا، كرة تونس والقائم يتدخل. أوه لا لا، قائم يحرم تونس، يحرم منتخب الدنماركي من تسجيل تونس، والحمد لله. هذه كانت قريبة من الهدف لولا مرياح والقائم من غطى على المدافع الدنماركي كاسبر شمايكل. الدقيقة 90 الدنمارك أيضا. الحارس التونسي أيضا قدم مباراة للغاية، مباراة كبيرة جدا. دحمان كانت مباراة الأولى في المونديال، صغير في السن ولكنه قدم مباراة كبيرة. تمنينا فوز المنتخب التونسي، ولكن للأسف لم يحالفه الحظ، ولكن قدم مباراة في القمة. نتمنى مواصلة هذا الأداء، وأؤكد لكم أن تونس ستكون في الدور الثاني إن شاء الله. والحكم ينهي المباراة بالتعادل. الدنمارك كان مصنف تاسع عالميا وحقق المركز الثالث في اليورو 2021، يعتبر حصان البطولة. كنت أنا أعتقد أن الدنمارك سيكون حصان البطولة. منتخب الدنمارك لديه جل لاعبيه محترفين، جل لاعبيه يلعبون في الأندية الكبيرة. المنتخب التونسي كان ند للند، ما كانش عندهم هذيك خلاص الفكرة تاع أنه المنتخب الدنماركي كبير والمنتخب التونسي صغير. قدموا كل ما لديهم سواء في الدفاع والهجوم. المنتخب الدنماركي أيضا بنجومه قدم مباراة كبيرة، ولكن تونس كانت جدار منيع للمنتخب الدنماركي. كانت مباراة في القمة. عجبتنا المباراة بتعليق الشوالي الذي كان يريد المنتخب التونسي الفوز، ولكن المباراة لم تكن
بالأهداف وكانت مباراة سلبية. إلى هنا تنتهي ردة فعلنا على المنتخب التونسي، نرجو أن تنال إعجابكم. نقوم بردة فعل وكذلك تحليل المباراة وتقديم بعض النصائح. يلا نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله غدا مع تحليل لمباراة المنتخب المغربي ضد منتخب كرواتيا. نتمنى التوفيق للمنتخب المغربي والعودة بنتيجة رائعة. يلا إلى هنا تنتهي حلقتنا، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس من أجل دعمنا والتواصل في هذه السلسلة، وإن شاء الله نقدم لكم سلاسل كثيرة ومفاجآت كبيرة هذا المونديال. شكرا لكم، نلتقي في الحلقة القادمة. شكرا على الإصغاء لنا.